اولا انت قلت جمله مهمه جدا، انت صح بتخليه يطلع من جواه كتير. انت صح. يتكلم. ايوه انا وبفكر في كذا وبفكر في كذا. عملت بالظبط. ارض برافو. مشتركه بينك وبينه. برافو برافو برافو. لما هتسمع منه الحاجات دي كلها هتبدا تقراه. بس في كام سر كده اقول لك عليهم. لمعت عين، مجرد ما تلاقي عينه لمعت في موضوع انت بتتكلم فيه كمل كلام. مجرد ما تلاقي عينه طفت اسكت، لان هو هنا بيفكر يرد مش بيفكر يفهم. اسمع عشان تفهم، مش الاصل كده. بالظبط. لكن اول لما تحول ان انا بسمع عشان ارد، ده الديفنس ميكانيزم او بقى بالظبط، هو مش فاهمك اصلا. مش هسمع ولا هفهم ولا اي حاجه. الحكمه اصلا بتيجي منين؟ معنى كلمه حكيم من انك قادر تتحكم في ردود افعالك. حكمه من التحكم. من التحكم، مش من ان انا بقول معلومه صح. انا قادر اتحكم في ردود افعالي، قادر اتحكم في انفعالاتي، قادر اتحكم في الطرف اللي قدامي بالكنترول عليه. ازاي تقدر تحتوي. خدوا بالك ان من اهم اسرار القياده انك تحتوي اللي قدامك زي ما هو عايز مش زي ما انت عايز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبوا الناس على قدر عقولهم. زي ما هو بيفهم مش زي ما انا عايز.